القضية. السلام عليكم. هذه هي الحلقة الأخيرة رقم 30 في استعراضي لكتاب القضية الشركسية. حبيت في هذه الحلقة أحط بعض النقاط لعله يكون فيها تذكير للنقاط التي طرحت وناقشتها أنا في خلال 29 حلقة السابقة. لمجرد التذكير، هو الكتاب تشكل من 6 فصول، والآن إن شاء الله احنا في صدد طباعة الطبعة الثانية اللي راح تكون شوي أوسع من الأولى. الكتاب ركز في الجزء الأول منه على التاريخ، لأنه إحنا كأصحاب قضية إذا أردنا أن نتحدث إلى أولا روسيا الفيدرالية وثانيا باقي شعوب العالم والهيئات الأخرى، يجب أن نستطيع أن نثبت بأننا نحن الذين سكننا هذا القطاع من العالم منذ فجر التاريخ المكتوب. فيجب أن يكون التركيز على هذا الموضوع، وأيضا على أنه إقامة الشراكسة في هذه المنطقة إقامة دائمة. كانوا الشعب كله يسكن هناك لغاية قبل 150 سنة، بقي منه جزء ولكنه باقي. أيضا التاريخ بيساعدنا على أن نعرف بأنه هذا البلد أو هذه المنطقة من العالم لم تكن يعني الجمهوريات الشركسية أو شركيسيا الكبرى بالحجم الحالي، إنما كانت بحدود 300 ألف كيلومتر مربع، وهذا أيضا لمجرد التذكير. في الفصل الثاني طرحنا سؤال أنه هل لدى الشراكسة قضية، وتحدثنا عن الطابع الاجتماعي للقضية، وتحدثنا عن كيف اجتماعيا الشركس اختلفت عليهم الدنيا لما غادروا، ثم تأثروا في لغتهم وتأثروا في عاداتهم وتأثروا في تقاليدهم وتأثروا أيضا في شعورهم تجاه الانتماء إلى بلدهم. أيضا حكينا في القضية من الناحية السياسية، أنه شركيسيا أو بلاد الشراكسة كانت موجودة على الخارطة من قديم التاريخ، وأنه صارت في مراسلات عديدة بتدل على أنه كان لها كيان منفصل. من الناحية الاقتصادية أيضا لنا قضية، لأنه إحنا شعبنا طرد من بلد وكان يعيش على أرض، وكان عنده قطعان، وكان عنده زراعات، وكان عنده بيوت، وكان عنده مساكن، كل هذا والتجارة والى آخره، كل هذا حرم منه الشراكسة عندما طردوا من بلادهم. أيضا تحدثنا عن الناحية القانونية طبعا شيء مهم جدا، أنه من هو المدعي ومن هو المدعى عليه. حاولنا نثبت هذا الموضوع، وكانت في دراسة للدكتور ياسر الخلايلة حول هذا الموضوع كانت لها أهمية كبيرة جدا. تحدثت عن يعني حق الشراكسة حسب القانون الدولي. أيضا تطرقنا في هذا الفصل إلى القضية من حيث ناحية حقوق الإنسان، وحاولنا نبين بعدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كيف اعتدت روسيا القيصرية ومن بعدها الاتحاد السوفيتي وثم الوضع الحالي على عدة مواد من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الفصل الثالث من الكتاب بتعلق بالظروف والمتغيرات الدولية. حاولت في هذا الكتاب في هذا الفصل أن أتحدث عن المشكلة الشيشانية ومقدار الأذى اللي تسببت فيه للضرر اللي وقع على بلاد الشيشان نفسها وعلى الشيشان أنفسهم، برغم تمجيدنا وإعجابنا الكبير جدا بالبطولة الشيشانية
اللي حقيقة خارقة، ولكن يعني احنا الأمور محسومة بخواتيمها. احنا نتمنى أنه يعني يستمر هذا الزخم بطريقة أخرى غير دموية لإعطاء الشيشان حقوقه. أيضا تحدثنا عن النشاط السياسي اللي معظمه يصب في التيار الإسلامي المعتدل، الإسلام السياسي المعتدل في العديد من الجمهوريات، سواء ما استقل منها عن الاتحاد السوفيتي لما انهار، ومن بقي منها داخل روسيا الاتحادية مثل باشكورتستان وتتارستان والداغستان. هذه كلها تشترك في سمة واحدة وصفة واحدة، بأنه تنزع إلى تطبيق الإسلام السياسي كفكر للحكم وفكر للحياة السياسية في هذه البلدان جميعها. في الفصل الرابع تحدثنا عن الشراكسة وعلاقتهم بروسيا عبر التاريخ، وقلنا أنه المؤسف في هذه العلاقة أنها لم تكن متوازنة على الإطلاق، ولم تكن علاقة الند بالند حتى من بداية العلاقة التي بدأت مع زواج إيفان الرابع بغوسانيا غواشا. لم تكن حقيقة يعني علاقة متوازنة، كانت علاقة السيد بالتابع، ورأينا وشرحنا في هذا الفصل الكثير من المآسي والحروب والمذابح التي يمكن أن يصل بعضها يعني يتعدى قصة التطهير العرقي إلى قضية الإبادة الجماعية، لأنه هذا الذي حصل. في الفصل الخامس نتحدث عن العمل الشركسي حاليا، وهذا فصل حقيقة يعني معانا ماشي ولا يزال يتفاعل. يمكن أول ما يخطر بالبال هو أقرب شيء إلنا، اللي هو موضوع الحراك السياسي القائم، واللي جزء منه هو قضيتنا الشركسية. أيضا صار في اهتمام من جانب روسيا، وقابل هذا الاهتمام من جانب روسيا اهتمام ونشاط تعبير عن شعور الناس بالقضية، وهذا عم يتخذ أشكال الاحتفال ب 21/5 سنويا، حتى في نالتشيك نفسها وفي الأديغي وفي تشيركيسك وفي تركيا وفي أمريكا وفي ألمانيا وهولندا، حتى نحن احتفلنا فيه طبعا، والكل بتذكر هذا الحكي هذه السنة، وكان احتفال رائع. أيضا كان احتفال للغة الشركسية وطرق الحفاظ عليها وتطويرها، وحكينا وقتها أنه يعني في كثير من الناس ميالين إلى استعمال الحرف اللاتيني، لأنه تركيا تستعمل الحرف اللاتيني والثقل الشركسي موجود في تركيا. نأتي إلى الفصل الأخير في الكتاب اللي هو أسلوب العمل المطلوب. هذا في هذا الفصل نحن حقيقة ركزنا على ما يجب عمله في اتجاه القضية. إعلاميا يجب أن يكون هناك نشاط كبير وواسع، لأنه الآن أصبح العالم مع ثورة المعلوماتية أصبح العالم قرية صغيرة، فيمكن نحن أن ننشط في هذا المجال بشكل كبير جدا. أسلوب العمل المطلوب هو تشكيل أولا جمعية أو لجنة في الأردن تبدأ بالاتصال مع إخواننا في تركيا، اللي هو زي ما قلنا يعني معقل الشراكسة أو الأغلبية الشراكسة، وتتصل بإخواننا في سوريا وفي أمريكا وفي هولندا وفي ألمانيا، لتشكيل مجلس يشرف على العمل ويبدأ به، على أن يكون العمل غير تطوعي. يعني نحن هنا يجب أن نصر على الاحتراف،
لأنه حكينا عن أنه هذا التطوع ما عاد يعني مجدي في المراحل القادمة، ويجب استغلال كل الطاقات الموجودة والممكنة إعلاميا في سبيل نشر قضيتنا. وحتى بس لمجرد التذكير بقول فلننظر إلى ما فعله الأرمن في استصدار قانون يجرم التنكر للمذبحة الأرمنية من قبل تركيا العثمانية، والذي حصل بقرار من البرلمان الفرنسي. أود في نهاية هذا اللقاء أن أشكر قناة نارد على استضافتها إلي على مدى 30 حلقة، وأود أن أشكر كل الذين شاهدونا وأصغوا، وأرجو أن يترجم هذا الإصغاء إلى عمل منتج في سبيل قضيتنا. وشكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.